إجراءات أمنية استثنائية وصارمة فرضتها الحكومة المصرية على مستوردي الدراجات النارية. هذه الخطوة تتزامن مع الحوادث الأمنية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، والتي أصبحت كابوسا للمصريين، كالاغتيالات والكمائن التي يتعرض لها رجال الأمن والشرطة، واستهداف مبان أمنية ودور العبادة وغيرها. وقد وضعت وزارة الداخلية ضوابط صارمة تطبق عند شراء وترخيص أي دراجة نارية. كذلك فرضت عقوبات صارمة على قائدي الدراجات التي ليس لها لوحات معدنية، ومنعت ركوب أكثر من شخص على ذات الدراجة النارية. كما تم التشديد على مستوردي الدراجات النارية بوجوب ترخيصها قبل بيعها للعملاء لضمان عدم وصولها إلى المجرمين دون ترخيص. كما نبهت الأجهزة الأمنية على ضرورة سداد غرامات كبيرة لمستقلي الدراجات غير المرخصة، ثم عدم السماح لصاحبها باستلامها مرة أخرى دون ترخيصها، أو الحصول منه على إقرار يلتزم فيه بترخيص الدراجة البخارية الخاص به. وأشارت المصادر إلى أن هناك قرابة 4 مليون دراجة بخارية غير مرخصة في مصر. وبعد تكرار حوادث الاغتيالات، بدأت وزارة الداخلية بشن حملات على أصحاب وقائدي هذه الدراجات غير المرخصة، وانتشر رجال الأمن على الطرق العامة والصحراوية لضبط الدراجات النارية غير القانونية. يشار إلى أن أعمال العنف المسلح ضد الجيش والشرطة تنامت في مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إذ وقعت خلال الأشهر الماضية عشرات الحوادث التي استخدم فيها المسلحون دراجات نارية. توني مزرعاني، العربية.